السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. النهارده إن شاء الله نعمل مع بعض وصفة حلوة جدا جدا، سهلة بسيطة اقتصادية، وإن شاء الله في رمضان نعمل وصفات حلوة وحادة على قد الإيد، مش مكلفة خالص وفي نفس الوقت طعمها حلو. النهارده هنعمل مع بعض أساور الست أو البقلاوة أو عش البلبل، ليها كذا اسم بس بجد طعمها حلو وإن شاء الله هتعجبك. يلا بينا نحضر الشربات. عشان الشربات عايزينه بارد وتقيل. معايا كوبايتين من السكر، عليها كوباية من المية، ونفس الكوباية اللي عيرت بيها السكر عاير بيها المية. هحط عليها عصير ليمونة وبرفعهم بقى كده على نار عالية. أول ما يغلي معايا الشربات بخلي النار أقل من الوسط وبسيبه لمدة 10 دقايق. بعد كده هطفي عليه النار وبحط له بقى كيس فانيليا، بودرة فانيليا البرتقال اللي احنا عملناها مع بعض، واسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف اللي حابب يشوفها زي ما انت حابة. والشربات ده اعتمدوه في اي وصفة عايزة شربات تقيل حلو جدا ونجح. هنا بقى معايا لفة جلاش ومعايا المادة الدهنية سمنة على زيت، دي نص كوباية. شايفين مش مكلفة خالص وهي ملهاش مقدار، يعني معايا جلاش واي مادة دهنية زي ما انت حابة. وهقول لكم برضو على مقدار الجلاش ده 350 جرام. جبت الجلاش كده فتحته وابتدي ان انا افرده واخد ورقة واحدة بس. ويا ريت يكون الجلاش كده نوعية حلوة، الورق بتاعه ما يكونش متقطع. باقي الجلاش لازم تغطيه بفوطة علشان منشفش معاكي. انا هنا مستخدمه نص كوبايه سمنه على زيت. ممكن تستخدمي سمنه بس او سمنه على زيت زي ما انا مستخدمه، ممكن زيت بس السمنه بتديله تطعيمه حلوه، بس اللي عندك اشتغلي بيه برضه هيطلع من ايديكي زي الفل. بعد كده بالفرشه بقى زي ما احنا مش شايفين ابتدي ان انا ادهن، مش بغرق ولا اي حاجه. اهم حاجه بس ان الورق يكون كده كله وصله ماده دهنيه عشان يكون طعم الجلاش حلو ويكون مورق معاكي من جوه. هتنيها بقى كده من النص وهرجع تاني ادهنها. ولو لاحظتوا معايا هتلاقوني ان انا باخد كده بطرف الفرشه من الماده الدهنيه. طريقتها سهلة، والجلاش من الحاجات إذا كنت استخدمتيه حلو أو حادق موفر وطعمه حلو جدا. ما شاء الله هيرمي معاكي كمية كمان. بجيب بقى السكينة وابتدي ان انا اقسمها من النص. كان عندي شماعة مكسورة، خدت الحتة اللي تحت اللي هي المستطيلة دي، هوريها لكم. هي مش مستطيلة، اللي هي الحتة المفرودة كده اللي تحت بتبقى مدورة. ممكن لو ما عندكيش هاتي السياخ الشيش طاووق الخشب وحطي كده كام واحدة على بعض ولفيها بالستريتش راب، برضه هتقضي معاكي الغرض. ببتدي ان انا الف كده زي الرول. اهم حاجة ما نضغطش واحنا بنلف. بسيب كده حتة في الاخر عشان دي هتكون القاعدة بتاعة الجلاش اللي هنحط فيها الحشو. بعد كده بقى ببتدي ان انا اكشكشها واشيلها من العصاية. طريقة سهلة جدا. شايفين ما خدتش معايا اي وقت وما شاء الله زي ما قلت لكم بتعمل كمية كتيرة جدا. هبتدي بقى ان انا الفها كده واضغط عليها كويس جدا. السمنة هتخليها تقفل معاكي كويس. ودي القاعدة اللي هنحط فيها الحشوة. بعد كده محضرة صينية ألمونيوم. عايزة لكم الألمونيوم بتدي تسوية حلوة جدا، لأن الألمونيوم بيوزع الحرارة حلو وبيدي لون حلو قوي. بدهنها كده من تحت بالسمنة، دهنة بسيطة كده من السمنة أو بالزيت زي ما انت حابة. وابتدي ان انا ارص بقى الجلاش وبخلي القفلة لجوه عشان ما تفتحش معانا. هعمل معاكم كمان واحدة تانية عشان تتأكد معاكم المعلومة. هي طريقتها سهلة جدا. بجيب ورقة الجلاش وابتدي ان انا كده ادهنها بالمادة الدهنية، وزي ما قلت لكم مكتروش قوي. وبعد كده بتنيها من النص وبدهنها تاني وهقطعها بالسكينة من النص وابتدي ان انا الفها على الخشب. شايفين طريقتها سهلة جدا. بس اهم حاجة وانت بتلفي ما تضغطيش، وانت بتلفي كده رول ما تضغطيش عشان تخرج معاكي بسهولة. خلي اللفة كده متهوية. واسيب بقى جزء من الاخر عشان ده اللي هنخلي فيه الحشو. واقفلها كويس جدا بضغط عليها تتقفل معاكي بكل سهولة. بخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة. وبكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، فرن سخن بيكون على الشبكة اللي في النص. مش بشغل فوق يا جماعة، بشغل بس الأول تحت وبدهن كده من على الوش شوية. وبياخد تقريبا من 20 ل25 دقيقة. أول ما تلاقي القاعدة من تحت خدت منك لون ذهبي حلو اطفي وشغلي الشواية وتابعيها لأن الجلاش بيستوي بسرعة. معايا بقى مكسرات زي ما انت حابه، سوداني عين جمل، سوداني وجوز هند، زبيب. سيبيها ساده براحتك خالص. شايفين بقى قوام الشربات بعد ما تقل معايا؟ انا كنت سايباه بصراحه قبلها بيوم، يعني كنت عاملاه قبلها بيوم. بيتقل معايا وبيكون ممتاز. بعد كده فرمت بقى المكسرات فرم خشن وهبتدي ان انا احطه على الجلاش. هوريهولكوا دلوقتي بعد ما استوى.
في ناس بتحط المكسرات قبل ما تدخليها الفرن، بس انا ما بحبش الطريقه ديت عشان المكسرات لما اجي هشغل الشوايه ان الجلاش ياخد لون هتتحرق معاكي. اعملي الطريقه دي وما تخافيش، السوداني مش هيقع ولا اي حاجه، لان الشربات تقيل، فلما هيقعد مع الجلاش ويبرد هتلاقوه مسك معاه، وزي ما وريتها لكم في اول الفيديو قلبتها لكم مكانتش بتقع. بعد كده بقى احط بقى الشربات زي ما انت حابه، تقللي تزودي ده براحتك خالص، بس انا ما بحبش الشربات يعني ازود الكميه، بس ده طبعا حسب الرغبه. سيبيه بقى لحد ما يبرد، طبعا الجلاش يا جماعه بيكون سخن والشربات بارد. سيبيه بقى لحد ما يبرد تماما كده، بعد ساعتين تلاتة هتلاقي المكسرات كده مسكت مع الشربات ومش بتقع ولا اي حاجه، وتقدموه بألف هنا وشفا. طريقتها سهله جدا، عايزه اقول لكم مقرمشه كده من بره ومورقه من جوه وطريه وطعمها حلو جدا. شايفين المكسرات مش بتقع ولا اي حاجه. جربوها وقولي رايكم فيها ايه، انا متاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. بصوا بقى من تحت شاربه الشربات ازاي، الشربات ممتاز يا جماعه، مظبوط جدا جدا. جربوه لاي وصفه عايزه شربات تقيله اعتمدوا الوصفه دي، انا ما بغيرهاش في الشربات التقيل. بصوا بقى من جوه عامل ازاي مقرمش، شايفين التوريقه من جوه، شايفين تحفه وطعمه حلو جدا جدا جدا. السوداني من الحاجات اللي بتخلي الجلاش طعمه حلو قوي. اي مكسرات بقى عندك حطيها، وزي ما قلت لك ممكن كمان تسيبيها ساده. ده كده كان الفيديو، اتمنى يكون عجبكم وتجربوها وتقولوا رايكم فيها ايه، وما تنسوش يا حبايبي تشتركوا في قناتي وتحطوا لي لايك للفيديو وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بنزله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.